وأخيرا والحمد لله تم التمديد بنجاح. علشان الكل يكون عارف، التمديد لازم يكون في أيام المهلة، اليوم الأخير بعد انتهاء الزيارة. مثلا الزيارة انتهت بتاريخ 9/9، اليوم كم؟ 12/9. اليوم هذا يعتبر اليوم الثالث بعد الانتهاء، آخر يوم في المهلة الثلاث الأيام الذي يعطونك إياها بعد الانتهاء. الأوراق المطلوبة إيش هي؟ استمارة التمديد، صورة شخصية للزائر، أي صورة، صور الجوازات، صورة جواز الزائر مع التأشيرة الذي داخل الجواز، صورة الطلب الذي رفعته وقال لك يرجى مراجعة الجوازات، وصورة للموعد إن وجد، ولو إنه ما حد طلب مننا موعد، الدخول بدون موعد. بالنسبة للرياض صالة 5، التمديد في الرياض، هذا الكلام في الرياض صالة 5. المدن الثواني لا نعلم. إذا في حد بعيد ومش قادر يعمل تفويض لأي صديقه أخيه عبر أبشر، تفويض إلكتروني عبر أبشر لمراجعة أبشر، ويخلوه يطبع الورق ويروح بالرياض ويمدد له هناك. وإذا قدر يدخل في المنطقة الذي فيه جدة، حائل، حفر الباطن، خير وبركة ومدد من عنده. أهم شيء في الأيام الأخيرة الثلاثة اللي في المهلة. إذا اليوم الثالث يصير سبت ولا جمعة، روح الخميس عادي، حتى لو عاد اليوم الأول في المهلة، لأنه الجمعة إجازة والسبت إجازة، ما ينفعش. راح تتحمل بعدين الغرامة 700 ريال إذا كانت أول مرة، وتضاعف ثاني مرة. المعلومة جديدة وطرية من قلب الحدث. شكرا للجميع والفائدة للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.